أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أقول وبالله التوفيق، وأسأل الله عز وجل الإخلاص في القول وفي العمل. لا يوجد شيئا لفت نظري في سجن صدنايا مثل صورة المكبس الآلي في غرف الإعدام. هذا التعامل التقني مع الجثة باعتباره جزء من دورة التخلص من النفايات وطريقة علمية لتوفير الوقت والجهد، وما استدل على أن النظام السوري كان نازيا بشكل كبير في نظرته للإنسان. كان مشروع الدولة الإله حاضرا بشكل كبير. لا يتم التعامل مع الإنسان في الدولة الأسدية إلا من خلال صلاحيته للوجود من وجهة نظر النظام. في حال كان الإنسان معاديا أو معارضا يصبح غير صالح للوجود، لأنه ضد الدولة الإله، وبالتالي يصبح مجرد نفايات بشرية يجب التخلص منها عبر الآلية المحكمة. وهكذا يمكن النظر لصدنايا أو لسجن صدنايا على أنه مدخل رئيسي لفهم النظام السوري. هي دولة ترى أن البشر عبئا، وأن عليهم إثبات أنهم يستحقون العيش، لأن الأصل فيهم الفناء. وبالتالي كان الإنسان السوري يحاول دوما إثبات ولائه وعدم السؤال عن الكرامة أو الحق وحق الرفاه والعيش، لأن الدولة مشكورة سمحت له بالحياة، وأنها إذا سمحت له بأكثر من ذلك فهذا يستدعي مزيدا من السخاء ومزيدا من العبودية. كذلك يمكن فهم عظمة الثورة السورية، لأنها قامت بمواجهة هذا الخوف المحقق وليس الوهمي. فاحتمال أن تثور هو احتمال أن تكون في صدنايا أو غيرها، أو تموت محروقا ببراميل متفجرة أو مقطع كأجزاء ببشرية بالكيلو، أو تدفن للتخلص منك كنفايات. الجسد البشري في نظر النظام السوري هو حمولة بالطن وموضوع للمحرقة والكبس، والبشر في نظره هو موضوع لإعادة التدوير. أي أن النظام العلوي هذا كان يرى ضرورة خلق منظومة النفايات البشرية، هذا لأجل أن يخلق شرعيته الوحيدة. فهذه الدولة لم يكن هدفها صناعة رفاه الاقتصادي لخلق رضا الشعب، لأن هذا بالضرورة سيخلق فئات قوية من غير الدولة، وليس هدفه صناعة شرعية دينية لأنها مغايرة لمساره الإلهي، وليس هدفه صناعة شرعية سياسية لأنها ستقصيه، وإنما والخوف هو السبيل. وللصناعة يجب أن يدخل يوميا عدد معين كحد أدنى للسجون بأي تهمة كانت ولأي سبب، لأن السجون ليست وظيفتها الضبط القانوني والاجتماعي للجريمة، بل الهندسة النفسية بالخوف. وكذلك يجب أن يخرج منه عدد يوميا بالكبس والشنق والإعدام الميداني. وبهذه تصبح فكرة مجرد العيش الذليل في سوريا الخوف هي هبة من هبات النظام والسماء، ويصبح التسبيح بحمد النظام ضرورة للوجود وليس فرصة للتسلق وجلب العوائد، ويصبح التعاطي مع الإذلال اليومي نعمة بديلة عن الغرق في غياهب الجب المجهول. كان النظام يستمتع بفكرة أن لا يعرف أحد مكانك، وأن يصدر لك شهادة وفاة وأنت على قيد الحياة لتكمل حياتك وأنت مدرك أن لا وجود لك ولا قيمة لك سوى أن تتلفظ كل نفس داخل مسار العذاب والعدمية
التي تتمنى أن تنتهي بإعدامك. هذا ليس نظاما سياسيا مستبد، هذا أقذر ما يمكن للبشرية أن تصله، هذا إن قلنا أنها ما زالت بشرية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.